ده أنا مش عاوزة أعمل حاجة غير إن أنا أهدى على قد ما أقدر، يعني وقت الموقف نفسه هدفي كله إني أهدى وما أخدش رد فعل سريع. مش مثلا ابني ضرب أخوه فأنا هروح أضربه، بتضرب أخوك ليه؟ طب خد، طب ما أنا كده بعلمه أصلا الضرب أكتر وأكتر. فأنا كل هدفي في الموقف نفسه وقتها إني أهدى عشان ما أخدش رد فعل وأرجع أندم عليه، عشان ما بقاش بتصرف بطريقة تفك غيظي أو تفك غضبي من غير ما أفكر وأشوف هو ده فعلا مفيد لابني ولا لأ. طيب أنا لقيت الموقف بيتكرر كتير ودي مشكلة على طول إن ابني كل وقت بيضرب أخوه، هيبقى ده هدف بقى وبالورقة والقلم. طب هعلمه ده إزاي؟ في ولاد أو بنات بتبقى حتة المشاعر حلوة عندهم، فاقعد بقى ايه اجيبها له من ناحيه اخوك. طب اخوك حاسس بايه في الوقت ده؟ طب اخوك بيزعل قد ايه؟ طب انا وبابا بنبقى زعلانين ازاي؟ واخدها له من الاحساس والمشاعر. حد تاني لا بالقصه، حد تاني بالدين واجيب له حديث وايه قرانيه مثلا عن العفو وعن الظلم وعن الضرب.